أنا عندي أم، أنا عندي أخت، أنا عندي بنت، يعني يجب أن نتعامل كلنا. يعني من أين وجدنا؟ لماذا نهمش دور المرأة؟ هذا هو التخلف، هذا هو الجهل، هذا هو التخلف بداية. أن المرأة بس يعرفها لشيء محدد، أنها تدخل المطبخ تأكل وتشرب وتجلس مع زوجها. هذا كلام سخيف وكلام غير مقبول. الدين الإسلامي علمنا كل شيء. إن المرأة شريكة الرجل في الحياة في كل شيء، والمرأة لها كامل الحقوق، إلا عند بعض العقول المقفلة المغلقة الذي يهمش دور المرأة وهي نصف المجتمع. يعني نوايانا شريرة نحو المرأة، ما بش حسن نية نحو المرأة. نحن نفكر تفكير خاطئ. فكر انها امك وانها بنتك وانها زوجتك. فكر يعني بحشمة المرأة، بكرامتها، اعطيها احساس انها عزيزة وانها كريمة وانها عفيفة. ادي لها قوة، ادي لها قوة، ادي لها منعة، ادي لها انها عزيزة عليك، انها متعلمة، انها مثقفة، انها تستحق ان تكون في على المناصب السياسية. أدعوهم إلى منع الاختلاط، إلى منع الاختلاط، إلى منع الاختلاط الذي لا يقره الشرع، لا يقره الشرع الاختلاط في شارع الجامعة. سوء التربية وسوء التعليم، سوء التربية. فأدعو المرأة البنت والأخت والأم أن تحسن تربية أولادها التربية الحسنة.